قرار صادم يضرب الفراعنة قبل مواجهة نيجيريا. الكاف يشعل الغضب في معسكر مصر. لم يكن خروج منتخب مصر من نصف نهائي كأس إفريقيا 2025 أمام السنغال مجرد هزيمة عابرة، بل لحظة انفجار داخل المعسكر تجسدت في غضب حسام حسن وتصرفات بعض اللاعبين عقب صافرة النهاية. الفراعنة كانوا على بعد خطوة من حلم النجمة الثامنة الغائبة منذ 2010، قبل أن تقودهم مواجهة السنغال إلى طريق آخر، طريق البرونزية بدلاً من النهائي. خسارة بهدف نظيف حمل توقيع ساديو ماني بتسديدة أرضية باغتت محمد الشناوي، فتبددت الآمال وتأهل أسود التيرانجا لمواجهة المغرب في النهائي، بينما ينتظر مصر صراع الميدالية الثالثة أمام نيجيريا. الكاف يحرم مصر من لاعبين. الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف فجر مفاجأة قاسية بإيقاف مروان عطية وصلاح محسن مباراتين على خلفية ما بدر منهما عقب لقاء السنغال. ونشر موقع البطولة المغربي مقطع فيديو يظهر فيه الثنائي وهو يوجه إشارات مسيئة للطاقم التحكيمي بقيادة الجابوني بيير جيسلان آتشو، حيث قاما بحركة الأموال في إشارة لاتهام الحكم بالرشوة، ما دفع كاف للتحرك الفوري وفرض العقوبة. ويعد مروان عطية من الركائز الأساسية في المنتخب، إذ شارك في 5 مباريات حتى نصف النهائي، وسجل هدفاً وصنع آخر أمام بنين في دور 18، بينما شارك صلاح محسن أساسياً أمام أنغولا وبديلاً ضد السنغال. حسام حسن يشكك في التحكيم. الغضب لم يقتصر على اللاعبين، إذ حرج حسام حسن بتصريحات نارية عقب المباراة شكك فيها في قرارات التحكيم، مستشهدا بإنذار مبكر لحسام عبد المجيد وعدم طرد لاعب سنغالي أعاق عمر مرموش في انفراد صريح. وأكد حسن أن منتخب مصر يعاني من غياب العدالة، مشيرا إلى وجود أطراف لا تريد للفراعنة الوصول إلى النهائي، وأن ما حدث كان واضحا منذ مباراة بنين في ثمن النهائي. شائعات تضرب المعسكر. بعد ضياع حلم اللقب اجتاحت الشائعات معسكر المنتخب بين أنباء عن إقالة الجهاز الفني واعتزال محمد صلاح ومحمد الشناوي دوليا، لكن مسؤولي المنتخب نفوا كل ذلك، مؤكدين استمرار حسام وإبراهيم حسن في القيادة الفنية وعدم صحة اعتزال صلاح أو الشناوي، كما نفوا مغادرة نجم ليفربول للمعسكر أو طلب العودة إلى ناديه.